يوم الاثنين هدد ترامب وتوعد إيران بتدميرها عن بكرة أبيها وتدمير محطات الطاقة والكهرباء وتدمير كافة الجغرافيا الإيرانية. يوم الثلاثاء أبدى ترامب استعداده وموافقته على إنهاء الحرب حتى لو لم يفتح مضيق هرمز. كل يوم تتناقض تصريحات الرئيس الأمريكي مع اليوم السابق، وهذا يعكس تخبطا وعدم ثقة وحالة من الفوضى تعصف بالإدارة الأمريكية. هذا لا يعني أنه ربما يذهب الأمريكيون إلى غزو بري واسع لإيران، لكن هذا يعني بأن كل الصراخ يعبر عن أزمة داخلية في صناعة القرار لدى الولايات المتحدة الأمريكية التي تعلق في إيران حتى الشهر الثاني على التوالي. وعندما تبدأ الحرب بعد أيامها وأسابيعها وشهورها فسنعد السنة الثانية والثالثة تماما كما حصل في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي وفي تصريحات لوول ستريت جورنال قال بأنه يمكن إنهاء الحرب حتى لو بقي مضيق هرمز مغلق، وهو الذي قال بأنه إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز سيتم تدميرها بالكامل. التصريحات هذه جاءت أيضا في جلسة إحاطة قدمها العسكريون لترامب ووضعوا الخيارات المتاحة أمامه في إعادة فتح مضيق هرمز. إضافة إلى ذلك فإن العجز الأمريكي وصل إلى أن الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية عادت مرة أخرى لتطالب الأوروبيين والحلفاء في الخليج للقيام بدور أو الاطلاع بدور في فتح مضيق هرمز بعد أن يغادر الأمريكيون، وهو الذي قال أنه لا يحتاج للأوروبيين ولا يحتاج لسفنهم التي وصفها بأنها ألعاب. هذا يدلل على أن القوة الأمريكية ليست مطلقة، وأن الإرادة الأمريكية ليست مطلقة، وأن الأمريكيين دخلوا هذه الحرب استجابة لأمر وجهه نتنياهو لترامب. نتنياهو هو الآخر لا يستطيع أن يمضي في حربه على إيران دون السلاح والدعم والاستخبارات والمال الأمريكي. هو استطاع بأنه يضع ترامب في البيت الأبيض ثم يمتص ويعصر ويبتز ترامب حتى الدقيقة والرمق الأخير، لكنه في المحصلة الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما اتخذت قرار بعدم استكمال هذه الحرب فإن نتنياهو سيتوقف. ولذلك بدأ نتنياهو يتحدث عن مطالب من إيران، وبدأ يتحدث أنه سيواصل حربه في لبنان. يعني هو يستطيع ويستقوي على لبنان وعلى غزة، لكنه لا يستطيع أن يخوض حربا طويلة مع إيران دون الغطاء والدعم الأمريكيين. السيناريوهات بالمحصلة إما أن ترامب يتوقف فجأة عن هذه الحرب ويعلن وحده أنه توصل اتفاق رغم أن الإيرانيين ينفون. رئيس البرلمان الإيراني نفى أن يكون هناك أي اتفاق مما روج له ترامب، أو أنه سيواصل غيه ويذهب كدولة محبطة ورئيس محبط إلى المزيد من التورط في الوحل الإيراني.